خوتي السلام عليكم، يا ربي تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو. عافاكم، خذوا شويه الوقت وتمعنوا في هاد الهضره اللي غادي نقول، لان ماشي هضره يوتيوب، هذه هضره جايه من القلب. شوف انت ولا انت، تخيل معايا انك غادي تشد واحد الطريق طويله، وكل خطوه كديرها كتاخذ شويه من حياتك، ولكن ما تقدر لا توقف ولا ترجع للور. السؤال اللي خصك تسول راسك، واش انت غادي داير هاد الرحله كتستافد منها، ولا غادي بلا معنى وبلا هدف؟ الحقيقه اللي بزاف بينا كنتجاهلوها وكنتعاماو عليها وكنديرو ما شفناهاش، هي ان الوقت ديالنا هو اغلى ما عندنا، وحنا اول من يبدروه. الوقت راه ماشي بحال الفلوس، نزيدو فيه من يكون عندنا، نقصو منه من ما يكونش. الوقت راه حياتنا، راه كل دقيقه كتمشي كتحيد واحد الجزء من حياتنا، من عمرنا، حياتنا اللي غادا وما غاداش ترجع. في نظريتكم فين مشى وقتنا؟ فين مشى؟ زمان كانوا الناس كيدوزوا نهارهم ما بين الخدمه، العباده، وصله الرحم، التواصل ما بين الناس، وكان الوقت عنده قيمه. ودابا سبحان الله العظيم الوقت ولا بحال الرمل كيتسرب لينا من يدينا بلا ما نحسو، وكلشي كيشكي، كبير وصغير، مرا راجل، ما بقاش الوقت، ما بقاش الوقت، ما بقاش الوقت. ولا كنقولوا الوقت تبدلات. خليوني نقول لكم، راه ماشي الوقت اللي تبدلات، راه حنا اللي تبدلنا. حنا اللي تبدلنا. وبلاتي نسولك بصراحه، واش معمر ما طرالك واحد المنظر كتقول غنهز التليفون غير نشوف العالم اش واقع فيه؟ راه كدير في حسابك غير ربع ساعه، ما كتهز راسك حتى كتفوت ساعتين. ساعتين راه بزاف. ولا مثلا كتقول غادي نرتاح شويه وتهز التليفون، ما كتهز راسك حتى كيدوز النهار. هذه راه مشاكلنا حنا كاملين، هذا مرض العصر، ولكن غير كل واحد وكيفاش كيتعامل معاه. هذا العصر هذا ديالنا عصر التشتت، السوشيال ميديا اللي كتسحب لينا الوقت ديالنا بلا ما نحسو، والتأجيل اللي ولا عندنا موضة، كنلقاوه عذر لكل شيء، حتى الغدا، حتى بعد غدا. ولا الصحبه اللي كتجرنا نضيعوا اوقات بلا فائده. كاينين الناس اللي كيضيعوا الوقت مع الصحاب والصحابات. كاين مثلا المراه اللي كتكون عندها وليدات صغار وما خدامه في دارها، ما خداماش في الزنقه، كتدخل كدي وليداتها للمدرسه، كترجع كتكون دايره بروغرام، غادي نشقى وغادي ندير وغادي نمشي للبوسطه وغادي نمشي كتقول ارا نهز نعيط لفلانه اختي ولا صاحبتي ولا هذا، غنسولها شنو كي دايره. كتسول لاباس كي داير، لبس عليك صحيح، لاباس الدراري الراجل الوليدات، شنو درتي، شنو مشيتي لا ما جيتيش، لا ها كاين شويه تا كتبغي تقول لها بسلامه، كتقول لها ما باركتيش لفلانه راه زاد عندها البيبي. واخا نعيط لها دابا، الو فلانه كي دايره، لاباس عليك صحيح، لاباس مبروك عليك، وهذه سلامه 11 ونص، ويلي الوقت مشى. غندير الماكله للدراري، صافي كنبقى نصرفق في المقالي ونصرفق في الكوكوط، وجري جري 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 ندير الغدا، غنمشي نجيب الدراري، جبتهم ستريس دالك، الصحه والجهد. انت ما ديري حتى حاجه حتى في العشيه، انت حطيتي لولادك ماكله سخونه ما بنيناش. ولا مثلا الصحاب اللي كيمشيو القهوه تشوفوني وبقاو هذا غادي هذا جاي، هذا غادي هذا جاي، كيقول لك كنقتل الوقت، ما شافش بلي كيقتل راسو. ولا مثلا هذوك الشباب هذوك الزوينين ديال هاد الوقت اللي كيضربوها بنعسه، حتى الوحده حتى 12 الليل كله هو فايق ولا هي فايقه كتشوف التليفون. كيقولوا لك الليل هذا ما عندي فين نمشي، ما عندي فين، ما كاينه لا خدمه لا قرايه، ارا نشوف التليفون. والصباح كيصبح ناعس، حتى الوحده حتى صغار ما عارفينش، عندهم 20 عام، عندهم الوقت باقي عندي، باقا غنعيش 70 عام اخرى، 60 عام اخرى، ماشي مشكل، الوقت الدنيا هانيه. خلاها شارل أزنافور. Hier encore quand j'avais 20 ans je caressais le temps. دوماج ما كنديش الصوت وما نغنيها لكم. بنيتي عندك 20 عام كتنعسي بنهار وتفيقي بالليل، نوضي حنينتي عاوني موينتك غسلي ليها موينات، نوضي بنيتي نقزي وجري، نقزي بنتي، راه لا جونيس هادي
بنتي راه سيقي وخملي وصيفطي اللي عندك دي سي في وتعلمي يا بنتي، راه الوقت غادي دايز، تعلمي ما ينفعك كترجع لك تانتيا بالحيويه. ونوض وليدي تانتا شوف اش دير في حياتك، راه النعاس. غمض عينك، دابا عندك 20 عام، 20 الاولى كدوز بلا ما نشوفو فيها، الله كان 20 الثانيه حتى هي كدوز. الوقت وليدي دايزه. على كل حال دابا غادي نشوفوا شنو هي قيمه الوقت. الوقت راه ماشي غير دقائق دايزه، الوقت راه حياتنا هي اللي غادا، والوقت هو اللي ما نقدروش نشريوه واخا يكون عندنا الفلوس اللي كانوا. والوقت هو اللي الله سبحانه وتعالى وصانا عليه في الكتاب القرآن الكريم، في بزاف ديال الآيات راه قسم لينا بالوقت. والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذه رسالة واضحة بأن إلا ما كناش عارفين اش كنديرو بوقتنا راه حنا في خسران. إلا ضيعنا وقتنا راه حنا في خسران. خليني نعاود لكم دابا واحد القصة، واخا ما كيعجبنيش نطول الفيديوهات لأن الإنسان ما عندوش الوقت باش يشوف يسمع الفيديوهات. على كل حال واحد السيدة قصداتني، عرفتني انا كنت دايره تريتور اورينتال هنا في فرنسا، قالت لي بغيت نجمع شويه الفلوس وبغيت ندير تريتور، الله يخليك عاونيني. قلت لها ما كاين حتى شي مشكل. قلت لها شنو اللي، قالت لي شحال هادي وانا باغا ندير هذا البروجي هذا والو ما كتبش الله. قلت لها علاش؟ حيت ما عنديش الوقت. ما عندكش الوقت، عندك فلوس وما عندكش الوقت، سبحان الله. بعض المرات كنلقاو اللي عنده الفلوس وما عندوش الوقت، مرات العكس. قلت لها جي انا نعاونك في كل شيء، ما كاين حتى شي مشكل، ندير معاك دراسه المشروع وندير معاك حتى توقفي على رجليك، ولكن اجي نبداو بالوقت اللي قلتي ما عندكش. ملي جيت نشوف لقيت الوقت ديالها كله في السوشيال ميديا. قالت لك هادشي اللي عطا الله. قلت لها شوفي وحده من الجوج، واش باغا ولا ما باغاش؟ الا كنتي ما باغاش قولها لي، ما تضيعيش ليا وقتي انا. لان اخوتي صراحه اللي بغى راه يبغي يدير، يعني يحبس عليه ضياع الوقت. على كل حال دابا ما عاوتاني كثرت عليكم غير المشاكل، راه نمشيو شويه للافاده، نمشيو شويه يعني كيفاش نديرو باش نحافظوا على الوقت ديالنا، وكيفاش نديرو باش اكيد ان الا خططنا واحد التخطيط بعدا هذه ضروريه. الانسان يفيق الصباح يصلي صلاتو يوجد راسو يفطر وهذا ويجلس يخطط نهارو يقول ان شاء الله، ماشي شي تخطيط معقد، غير يدير واحد اللائحه بالاولويات هما الاولين، عندي كذا وعندي كذا. لان الوقت ديالنا بحال الباغه، بحال الميزانيه، الا ضيعناه في التفاهه راه ما غنلقاو والو. الفلوس مثلا تكون عندنا ميزانيه ونضيعوها، ان بيجي حنا مخليينو نسيرو به، الا ضيعناه في التفاهه راه ما غنلقاو والو. هكاك الوقت ديالنا، الا من نهار خططت انني غندير كذا وكذا وكذا ولكن ضيعت الوقت، ما عطيتش كل حاجه حقها، راه في الاخر ديال النهار غنلقى راسي ما درت والو. اذا التخطيط للنهار، شنو غادي ندير وشنو ما غاديش ندير، ونسبق الاولويات ونعطيهم حقهم، نعطيهم وقتهم، هكا باش وهادوك نحيد عليا الملاهي، دوك التليفونات وداكشي. لان خصكم تعرفوا واحد المساله، اكبر سارقي الوقت هما التلفزيون، التليفون والالعاب الالكترونيه. ديروا، ما غاديش نقول لكم حيدوهم، انا راني عقت بشي حاجه، داكشي علاش جيت كنهضر معاكم. قلت لا ما مسلكانيش، وانا بغيتكم حتى نتوما ديروها ان شاء الله. نشوف داكشي اللي قسم الله في التليفون ونحبس راسي، لا ما غنشوفش، عندي ما يدار، نسبق الاولويات. خوتي هذه نهايه الفيديو ديالنا، كنتمنى يا ربي يكون فاتكم هذا الفيديو واستفدتوا. وبغيت نقول لكم وعاو بالوقت راه مهم بزاف وما تضيعوش في الخاويات. وضروري ان الانسان اللي بغى يبدا شي حاجه يبداها، اللي بغى يورك على الوقت ويعطي الحق الاولويات ويكون راضي على راسو. يعني ملي كيحط راسو في الفرش كيقول راني استغليت نهاري ومزيان. وديما ديروا هذه القضيه ديال في الليل ملي كتبغيو تنعسوا كتقولوا شنو فين داز النهار، واش انا درت شي حاجه مهمه ولا لا. ولا عندكم شي حاجه اخرى ما تقولوا لي في التعليق. انا كل اذان صاغيه. والسلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.